اهلا وسهلا بكل عشاق الساحره المستديره كره القدم في اولى حلقات برنامج ابراهيم مش فايق. النهارده هنستعرض معاكم تصريحات في بدايه حلقتنا، تصريحات نادي الهلال السوداني على النادي الاهلي. قبل ما اتكلم في موضوع تصريحات الهلال السوداني اللي هي الغريبه على مسمعنا ومرأنا، وللاسف انا واحد من الناس جديد عليا ان انا اصلا اتابع الهلال السوداني او اتكلم عنه، تمام؟ نظرا لحجم ومكانه النادي ده، لان النادي بسيط جدا لسه، يعني ما فيش تاريخ او ما فيش بطولات خاصه بافريقيا. المثل اللي هقوله، لو انت بيتك من ازاز ما تحدفش الناس بالطوب، بمعنى انت راجل زيرو بطولات افريقيه جاي بتتكلم وبتنتقد نادي عنده 10 بطولات افريقيه. البطوله ال11 اللي خسرها كانت هتبقى البطوله الثالثه على التوالي للنادي الاهلي، تمام؟ خسرها ليه؟ حضرتك بتقول الطفل المدلل للكاف. الطفل المدلل للكاف لعب نهائي البطوله الثالثه على التوالي ليه في المغرب قصاد خصمه وسط جمهوره، تمام؟ الجمهور الخاص بالخصم. اي تنافسيه، اي فير في موقف زي ده، هل ده كده الطفل المدلل؟ اعتقد لا، تمام؟ فعشان كده قبل اي تصريحات من نادي الهلال تطلع لازم يكون انت عارف حجمك ايه وعارف اللي انت بتنتقده ده ايه، تمام؟ ما بقاش ما حلتيش حاجه وبنتقد شخص عنده 10 منها. غريبه جدا، غريبه جدا جدا جدا، ما شفناهاش في حياتنا، تمام؟ الحالة الوحيدة اللي عايز اوضحها لكم ان في اوروبا امتى الخصم بتاعك يلعبك في النهائي على ارضه؟ في حالة واحدة، لما البطولة تتحدد من قبلها ويتحدد المكان الخاص بالنهائي، يجتهد الخصم اللي قدامك لحد ما يوصل للنهائي ومن حظه البطولة متحددة النهائي بتاعها على ارضه. امتى الاهلي يكون طفل مدلل؟ معاكم بعض لقطات دلوقتي هعرضها لكم. اللقطات دي حصلت مع النادي الاهلي. مرة ايد اللعيب ياخد الكرة بايديه ويدخلها في الجون، ومرة وليد ازارو اللعيب يخبطه من تحت وبعد كده تتقلب هجمة مرتدة وفجأة بوم هوب جون في النادي الاهلي. وعندك كرات كتير جدا وليزر في العين وجماهير تضرب وجماهير تشتم، والنادي الاهلي صامد. 10 بطولات، نادي القرن اللي عمر ما فرقة في افريقيا هتقدر توصل له. صن داونز بكل اللي بيعمله عمره ما اللحظة قال ابو 5 او ابو 6 او ابو 7. يعني نادي صن داونز ذات نفسه ما شفناش على وسائل التواصل الاجتماعي بتاعه او على الصفحة بتاعته او على القناة بتاعته اي تصريحات مسيئة للنادي الاهلي. طب ليه يا هلال يا سوداني كده؟ ليه؟ يعني ايه السبب؟ مش معنى ان انت فريقك تفوق في المجموعات بعدد نقط بسيطة فانت خلاص ملكت الكون بما فيه، لا. خليك عندك النادي الاهلي ليه مكانة وهتظل موجودة. ولسوء حظك ان انت تعادلت الماتش اللي فات ده عشان تيجي استاد القاهرة وسط حضور 50,000 مشجع اهلاوي بموافقة امنية. ودي اللي بجد بنشكر السلطات الامنية عندنا انها وافقت على حاجة زي كده. حقنا ان احنا يكون لينا جماهير في الاستاد وجماهير بكل ادب، وهتحتضن الماتش في ظل وجود رقابة امنية. جمهور واعي عمره ما كان جاي يضرب ولا يتخانق ولا نقل من لعيبه الهلال، بس هنعرفكم حجمكم في المستطيل الارضي. يلا بينا نبتدي الحلقه بتاعتنا، وان شاء الله هتكون حلقه ممتعه معاكم. اتمنى الحلقه النهارده تعجبكم. يلا نبتدي الحلقه بتاعتنا. لو جينا نستعرض مع بعض كده النادي الاهلي ومجموعته الافريقيه وايه موقف النادي الاهلي الاخير. اخر مواجهه النادي الاهلي لعبها كانت قدام القطن الكاميروني، وفعلا النادي الاهلي اتمكن ان هو يفوز بسكور كويس جدا خارج الديار نتيجه 4-0. لقاء شيق جدا وكرة سهلة ولمسات بسيطة من النادي الأهلي. النادي الأهلي قدر يحرز 4 أهداف. الأهداف دي اللي أحرزها كهربا، أحرز 3 أهداف هاتريك. مستوى متفجر جدا من كهربا، مستوى عالي جدا. ده سمح لي ان فيتوريا مدير الفني بتاع منتخب مصر يستدعيه بعد فترة كبيرة جدا من ابتعاد كهربا عن منتخب مصر. رابع هدف احرزه هو البيرسي-تاو. بيرسي-تاو مستوى هايل جدا الفتره دي. البيرسي-تاو مشكله بيرسي حاجه واحده، هي الاصابات اللي اثرت عليه، ودي حاجه خارجه عن ارادته. فاتمنى الفتره الجايه ان يثبت اقدامه في النادي الاهلي ويكون موجود لانه لعيب تقيل جدا. لو جينا اطلعنا بقى ليه التصريحات اللي حصلت من نادي الهلال. نادي الهلال قبل مواجهه صن داونز كان ساعتها بيقول لك ان خلاص احنا هنفوز على صن داونز وهنعبر وهنبقى اول مجموعه والخ الخ الخ، وهاتك يا كلام وتخبيط في النادي الاهلي وتخبيط في صن داونز. ونادي صن داونز هو كمان يوضح ان احنا مش هنروح الهلال هناك عشان نتسلى او سياحه، لا احنا رايحين نغلب نادي الهلال في ملعبه هناك في الخرطوم.
وتوضيحات وتصريحات، هم مملوك التصريحات تحديدا جنوب افريقيا، وطبعا احنا ما كناش ماليين ايدنا منهم. لا وفعلا هو ده اللي حصل. لو اول الماتش لو جينا لاحظنا كده في بدايه اللقاء ما بين صن داونز والهلال، صن داونز احرز هدف، قلنا الحمد لله كده قلبنا اطمن وان صن داونز هيطلع من الماتش على الاقل بتعادل. مفيش 5 دقائق او 10 دقائق غلطه ساذجه جدا من الحارس المرمى بتاع فريق صن داونز، الكره تخبط منه، المهاجم بتاع فريق الهلال السوداني يخطفها ويجيبها جون. في اللحظه دي قلنا خلاص بس ده كده في يعني اللقاء متفق عليه وهتحصل مشكله. الدقيقه 90 بالظبط الحكم وضح ضربه جزاء لنادي الهلال السوداني. في اللحظه دي طبعا خلاص كده طموحات النادي الاهلي انتهت، لان فريق الهلال السوداني لو فاز على الصن داونز خلاص بقى اول مجموعه، ويصعب على النادي الاهلي انه يوصل للنقطه ال 12. ففي اللحظه دي حارس مرمى الصن داونز في اللحظه دي يصد الكوره وتبتدي امال النادي الاهلي تكون موجوده وحظوظه موجوده، ويبقى عنده ورقه اخيره هي مع نادي الهلال السوداني في القاهره هنا. طبعا احداث كتير جدا. لو جينا بصينا على شكل المجموعه بعد اخر مواجهتين ما بين الاهلي والقطن الكاميروني وصن داونز والهلال، هنطلع على شكل المجموعه كده هنلاقي ان صن داونز 11 نقطه، الهلال 10 تاني المجموعه، الاهلي 7 نقاط ثالث المجموعه، والقطن في اخر المجموعه. طبعا الموضوع بقى شيق جدا، والاهلي بقى عنده ورقه يربح بيها اللي هي مقابله الهلال في استاد القاهره. الاهلي طبعا احنا عارفين انه قدم على 30,000 متفرج او مشجع، والجهات الامنيه وافقت على 50. ده معناه ان مصر امنه وهنبهر العالم كله باللقاء ده، وان بنشكر السلطات جدا الامنيه على ان قدروا يوفروا لنا 50,000 مشجع. ده حدث غريب وجديد علينا، ناتج ان الجماهير بعيده شويه عن المدرج وهم بمعنى اصح روح المدرج. طبعا لو جينا اتاكدنا كده من مواجهات النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي اكيد كان عنده مواجهات قبل المباراه بتاعه الهلال السوداني دي اللي هتحددت ان شاء الله يوم السبت 1 ابريل على استاد القاهره. اكيد الاهلي عنده مواجهات قبل المواجهه دي. كان النادي الاهلي عنده مواجهه مع المصري البورسعيدي في استاد برج العرب يوم تحديدا يوم 26. طبعا المواجهه دي كانت تحديدا في استاد برج العرب في كاس المحترفين. النادي الاهلي طبعا احنا قلنا خلاص يعني صعب قوي ان النادي الاهلي يلعب المواجهه دي. طلع اخبار النادي الاهلي يلعب بفرقه الصف الثاني يواجه. طبعا النادي الاهلي من الانديه اللي بتخاف على السمعه او مسماه جامد، ما ينفعش ان يقول لك ان فرقه تلعب في بطوله وفرقه تلعب في بطوله، وده جديد علينا. ينفع ان فرقه جزء من الاهلي يلعب، بس فكره ان ممكن يشيل سكور او تحصل دروب او بمعنى اصح صاحب بالين كذاب، المجموعه دي ممكن تصف في بطوله زي دي، ممكن احتاج واحد منهم. فطبعا النادي الاهلي في غنى عن الكلام ده كله، قدم طلب بان هو ينسحب عن البطوله دي او ما يشاركش فيها. تمام. واتحاد الكره وضح قال لك ان الانسحاب من البطوله دي ما فيهوش اي غرامات، فالنادي الاهلي استفاد من الجزئيه دي وقال لك خلاص هننسحب مش هنكمل في البطوله، وفعلا قدم طلب وانسحب النادي الاهلي من البطوله دي. لو جينا استعرضنا سوق الانتقالات او النادي الاهلي عنده مشكله في جزئيه المهاجم طبعا موليكا خلاص من رابع المستحيلات ان موليكا يجي، لان ناتج ان قيمته عاليه، والنادي الاهلي كان عايزه 6 شهور اعاره يرفع الفرقه بس الفتره دي. لكن النادي هناك بشكتاش مغالي قوي في سعره ورافع الموضوع لعنان السماء. لو جينا استطلعنا اكتر ايه المفاوضات اللي النادي الاهلي بيبحث عنها دلوقتي، في لعيب الخاص بمنتخب جامبيا تحت 20 سنه كان لاعب في افريقيا هنا اسمه اداما بوجانج. اداما بوجانج ده لعيب فروت تحت 20 سنه بيلعب في نادي اسمه ستيف بيكو. الفريق ده فريق جامبي بيلعب في الدوري الممتاز الجامبي. اللعيب ده النادي الاهلي كان مهتم بيه جامد، واللعيب تصريحاته بيقول لك انا لو كان النادي الاهلي بيهتم بيا انا ليا استطلاعات اوروبيه، واتمنى النادي الاهلي تجربه كبيره جدا ليا بمستواي او سني ده، اتمنى ان انا العب في النادي الاهلي، بس انا ما فيش حد كلمني لحد دلوقتي. لو جينا استطلعنا راي تاني برضه او صفقه تانيه النادي الاهلي بيسعى ليها، ولاعيب اسك ابيجان، لعيب اسمه محمد زجرانه. ده لعيب وسط ملعب مدافع، النادي الاهلي مهتم بيه جدا، والحاجات اللي اكدت ودلت كده بعض التصريحات الفتره الاخيره ان النادي الاهلي هيطلب فيه او يقدر يدفع فيه 200,000 دولار. ده اللي النادي الاهلي وضحوا القيمه التسويقيه بتاعت اللاعب. تمام. وفي نفس الوقت لقينا حاجه غريبه كده او حدث غريب، ان اللعيب رافع ستوري ليه خاصه بيه على الواتس فيها صوره تيشيرت النادي الاهلي. ده اللي اكد حقيه وجديه المفاوضات. لو جينا استعرضنا على النقيض الثاني نادي الزمالك وموقفه من دوري الابطال افريقيا والمجموعات والاحداث اللي حصلت معاه، نادي الزمالك خلاص للاسف خرج من المجموعات بعد الخساره من شباب بلوزداد بنتيجه 2-0. سوء النتائج سبب ان النادي
الزمالك قدم طلب للراجل اللي هو جيزوالدو فريرا، قال له شكرا، مقدمين لك الشكر والعرفان على الفتره اللي انت قدمتها، سبب وجودك بس هو كان الشرط الجزائي كان صعب ان احنا نسدده لك الفتره اللي فاتت. فسياده المستشار مرتضى منصور عمل ايه؟ ان هو الراجل قال لك عشان منع السيوله مش موجوده في النادي والفلوس نصبر على الراجل شويه، لكن الناس الموجوده حاليا مش قادره تصبر على الراجل، خلاص سوء نتائج رهيب، خروج من دوري ابطال افريقيا، امل بقى ضعيف جدا في الدوري، احتمال بسيط في الكاس، بس للاسف شكل الفرقه حاليا ما يدلش على اي بطوله. نتمنى النادي الزمالك ان هو يكون احسن من كده الفتره القادمه ان شاء الله. لو جينا اطلعنا على المواجهات اللي كان نادي الزمالك هيلعبها الفتره الجايه، كان الزمالك هيلعب المريخ خلاص في القاهره هنا، بس للاسف الزمالك خلاص ده ماتش تحصيل حاصل. لو جينا اطلعنا على المجموعه بتاعت نادي الزمالك هنلاقي ان الترجي التونسي هو في المركز الاول ب10 نقاط، اما شباب بلوزداد ب9 نقاط في المركز الثاني، والمركز الثالث هو المريخ السوداني 5 نقاط، والزمالك عنده 4 نقاط. اصبح من المستحيل ان نادي الزمالك يوصل للمركز الثاني، لان الفرق ما بينه وبين المركز الثاني اللي هو شباب بلوزداد 5 نقاط، والزمالك عنده مباراه واحده مع المريخ، يعني لو حتى جاب منها 3 نقاط هيوصل بالظبط 7 نقاط، عمره ما هيوصل ل9. فعشان كده ودع مبكرا نادي الزمالك دوري ابطال افريقيا. لو جينا اطلعنا على المواجهات اللي هيقابلها نادي الزمالك قبل مواجهه المريخ السوداني هنا في القاهره، هيقابل تحديدا البنك الاهلي في كاس رابطه المحترفين يوم 26/3. المباراه دي هتبقى في استاد القاهره الساعه 8:30. لو جينا اطلعنا على موقف نادي الزمالك وفريرا بعد ما فريرا مشي، طبعا نادي الزمالك كان تحديدا بيتكلموا في التفاوض مع موسيماني، يعني فعلا تم عرض موقف تدريب الزمالك على موسيماني. الراجل قال لهم انا مش هقدر اجي نادي الزمالك، البوابه الوحيده اللي هجيها نادي في مصر هجيها نادي الاهلي، غير كده ممكن ادرب منتخب. ليه؟ لان انا حابب ان انا احصل على بطوله دوليه الفتره اللي جايه. لو جينا استعرضنا بقى الانديه المصريه مثلا زي بيراميدز وفيوتشر في دوري الكونفدراليه، بيراميدز طبعا كان عنده ماتش مع الجيش الملكي، للاسف البيراميدز خسر المباراه دي واصبح شكل المجموعه رهيب، لكن فيوتشر فعلا فاز على الفرقه اللي كان بيلعبها اخر ماتش، كانت متزيله المجموعه دكار، فاز عليها فعلا فيوتشر وخلاص. بس فيوتشر دلوقتي وبيراميدز بقى موقفهم صعب، ليه؟ لان المجموعه شكلها بقى مغاير دلوقتي، بقى الجيش الملكي عنده 10 نقاط اول مجموعه، وعندك دلوقتي بيراميدز عنده 8 وفيوتشر عنده 8. طبعا الموقف بقى صعب، اخر مواجهه للفرقتين هيلعبوها مع بعض، فلازم فرقه من الفرقتين تفوز عشان تتصدر، لكن بيراميدز متصدر تاني ليه؟ ناتج فرق الاهداف بس، لكن لو جينا بصينا على الفرقتين لا، لازم فيوتشر يفوز، لازم بيراميدز يا اما بيراميدز يتعادل. بس المشكله ان احنا ما كناش حابين ان فرقتين مصريين هم اللي ينافسوا الاثنين على المركز الثاني. طبعا لو جينا اطلعنا على منتخب مصر الفتره دي هنجد ان في تغيرات كتيره جدا. روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب اعلن القائمه الخاصه بمنتخب مصر، لان الفتره اللي جايه هو عامل معسكر عشان مواجهه منتخب ملاوي. المباراه دي تحديدا هتبقى يوم 24 مارس من الشهر اللي احنا فيه ده، يعني يوم 24 القادم ان شاء الله مصر هتقابل ملاوي. طبعا تم تحديد 20,000 مشجع للمباراه دي. الراجل اعتمد، قال لك انا اعتمدت على الشباب اكتر واعتمدت على المحترفين، ناتج ان هم عندهم الخبره، واعتمد على عنصر الخبره من بعض لعيبه موجودين في الدوري المحلي الفتره دي. الراجل قال لك ان انا اخترت في المراكز بالظبط، هوضح لحضراتكم دلوقتي القائمه الخاصه بمنتخب مصر. عندك حراسه المرمى محمد الشناوي، احمد الشناوي، محمد صبحي، اعتمد على مبدا الخبره، ومحمد صبحي في السن الصغير في حراسه المرمى. عندك الدفاع محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، احمد فتوح، احمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، اسامه جلال. العناصر دي كلها عناصر جيده جدا، بس اتمنى يكون الخطه او الكاريزما بتاعت اللعيبه دي كلها تلضم مع بعض ويكون مستواهم افضل الفتره اللي جايه. لو جينا اتكلمنا عن وسط الملعب هنلاقي طارق حامد، امام عاشور، محمود حماده، مروان عطيه، حمدي فتحي، زيزو، مصطفى فتحي، عندك عمر مرموش، عبد القادر، صلاح. طبعا لو جينا اتكلمنا على عمر مرموش احرز هدف في اخر مباراه ليه في فريقه وقدم مستوى كويس جدا. محمد صلاح بيمر بافضل فتره في حياته المهنيه الفرديه، لان نادي ليفربول في النازل الفتره دي، لكن محمد صلاح بقى الهداف التاريخي لليفربول. لو جينا بصينا على الهجوم، مصطفى محمد من اللعيبه اللي بتأدي بشكل كويس جدا، فيرود بمعنى الكلمه، هداف. وللاسف تصريحات المدير الفني بتاعه الفتره دي ما كانتش كويسه جدا عليه، قال لك ان هم المهاجمين اللي معاه افضل منه. تمام. احمد حسن كوكا
اللي بشكل عام مصر كلها بتقول ان هو بيأديش بس دايما بيتم اختياره. محمود كهربا الفولت العالي يعتبر من افضل اللعيبه في الدوري المصري حاليا، ولاعيب مستواه ثابت وهداف كويس جدا. لو جينا اطلعنا على بعض الاخبار، من الناس اللي تم استبعادها تريزيجيه، قدامه 3 اسابيع عشان الاصابه. لو جينا اتاكدنا، فيتوريا قال لك انا مبهور جدا بكهربا، ومن اللعيبه برده اللي مبهور بيها جدا اللي هو مروان عطيه. مواجهات منتخب مصر السابقه كانت مصر قابلت غينيا وفازت 1-0، وقابلت اثيوبيا وللاسف خسرنا، فنتائجنا في المجموعه عندنا 3 نقاط فقط. حكم اللقاء بيير غسلان الجابوني، ومواطنيه بوريس وابليمور دوس، ده الحكام الخاصين بالمباراه ان شاء الله. طبعا مش هينفع ننهي الحلقه بتاعتنا الا لما نتكلم عن المحترفين بتوعنا. طبعا عندنا محترفين كتير جدا، ابرزهم محمد صلاح. محمد صلاح من المحترفين اللي مقدمين بشكل كبير جدا وشكل يليق بسمعه الكره المصريه في الخارج. محمد صلاح اصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول، بس للاسف ده بالنسبه يعني الانجازات الفرديه، لكن الانجازات الخاصه بالفريق ذات نفسه، الفريق دلوقتي في المركز السادس، وده حدث مش كويس بالنسبه للفريق، لان هو دلوقتي اصبح بعيد عن ال4 مراكز الاولى اللي بتخص دوري ابطال اوروبا. طبعا ده حاجه مش كويسه بالنسبه لليفربول، لكن لمحمد صلاح مستواه كويس، ومحمد صلاح بيأدي بشكل كويس حتى في ظل النتائج السيئه الخاصه بالفريق. المشاكل او الاحداث اللي بتدور بمحمد صلاح دلوقتي، المدرب الشخصي ليه في روما وضح ان محمد صلاح جاله عروض من برشلونه في الفتره اللي كان ماشي فيها من روما، والراجل رفض وقال لك انا بحب ريال مدريد واتمنى ان انا اكون في صفوف ريال مدريد. دي تصريحات المدرب الشخصي لمحمد صلاح، ودي تصريحات حقيقيه، لان الناس دي ما بتقولش تصريحات من باب الصدفه وخلاص. تاني حاجه بتحوم حوالين محمد صلاح، صحفي اسباني وضح ان محمد صلاح بيمر بمفاوضات قويه جدا مع اسبانيا، وان هو سافر فعلا، راح اسبانيا فتره كان بيخلص بعض تعاقدات هناك، وان جديه ان محمد صلاح احتمال كبير جدا يكون في الدوري الاسباني. طبعا وكيل اعمال محمد صلاح رامي عباس قال لك ازاي الكلام ده حصل، او الكلام ده مش موجود اصلا، انت جبت الكلام ده منين؟ ده انا ومحمد صلاح بنقعد يوميا مع بعض، مش عارف انت الكلام ده جبته منين، ده ولا محمد صلاح يعرفه ولا نعرف الكلام ده. لو جينا بصينا على احد المحترفين التانيين محمد النني، للاسف محمد النني مش هيشارك لاخر الموسم ناتج ان عنده اصابه في الركبه من التدريبه كانت في يناير اللي فات، التدريب اللي قبل مباراه توتنهام. مع مصطفى محمد، مدرب بتاع مصطفى محمد وضح ان مصطفى محمد مستواه اضعف من المهاجمين اللي معاه، وده على عكس اللي مصطفى محمد مقدمه. مصطفى محمد لحد دلوقتي جايب 9 اهداف منهم 6 في الدوري. مصطفى محمد اتعادل للفرقه بتاعته مع نيس، نزل في الشوط الثاني قبل المباراه ما تنتهي بربع ساعه واحرز هدف التعادل. مش عارف المدير الفني بتاعه ده جاب الكلام ده منين، لان مصطفى بيأدي بشكل كويس جدا. لو جينا بصينا على عمر مرموش، سجل هدف وولفسبورغ في الدقيقه 56، حصل على اعلى تقييم الماتش اللي فات بالنسبه له 8.4 من اصل 10. لو جينا بصينا لتريزيجيه بمشاركه بسيطه جدا مع فريقه ضد فريق عمران سبور، خسر الفريق للاسف بتاع تريزيجيه بمشاركه بسيطه منه. اخبار عن ترشح جيرارد لتدريب فريق تريزيجيه، يعني جيرارد احتمال كبير اللي كان لعيب في ليفربول احتمال كبير جدا يدرب فريق تريزيجيه. معانا امام عاشور بيقدم مستوى كويس جدا الفتره اللي فاتت، بس للاسف الفريق بتاعه النتائج بتاعته بتضعف، وخسر اخر 3 مواجهات وطلع من دوري الاتحاد الاوروبي، فعشان كده انباء عن احتماليه ان المدير الفني بتاعه يمشي ويجي مدرب جديد. طارق حامد حارس الفيحاء رفض انه يرفع دعوى قضائيه بسبب الفاظ طارق حامد تجاهه، الراجل قال لك انا مش هرفع قضيه عليه. يشكر الراجل بصراحه، للاسف طارق حامد تطاول عليه بالالفاظ، وللاسف الراجل من ذوقه المحترم الراجل قال لك مش هرفع دعوى قضائيه عليه. طبعا لو جينا اتاكدنا طارق حامد هيغيب عن مباراه الهلال القادمه في نصف نهائي الكاس لتعدد الانذارات. لو جينا بصينا على احمد حجازي، الراجل شارك في مباراه الفوز على الفيحاء والتاهل لنصف نهائي الكاس، واوضح ان احنا بدانا بدايه مش كويسه في المباراه، لكن للاسف نهينا المباراه بشكل كويس جدا. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده. اتمنى تكون الحلقه مع برنامج ابراهيم مش فايق تكون عجبتكم النهارده. اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث نجيلكم كل جديد، وشكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مش فايق.